السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ودي تاني حلقه معانا في برنامج ابو السيد، هتتعلم وهتستفيد. تعال اقول لك على سر اغلب الناس فعلا مش واخده بالها منه. تعرف ان رمضان مش محتاج منك مجهود؟ رمضان مش امتحان ولا سباق. ده مبدئيا انا عايز منك عاده واحده بس، لو عملتها خلاص هتبدا صح. انت عمرك سالت نفسك الناس ليه بتفشل في رمضان؟ يمكن مش عشان هي مش عايزه، لا، عشان فعلا الناس مشتته. كل يوم نية، كل يوم نظام، كل يوم خطة جديدة، وده غلط. إيه المطلوب منك صح؟ كل يوم 5 دقايق بس، 5 دقايق فعلا تقعد فيهم مع نفسك، معاك قلمك ورقتك، وانت ونفسك، وتاخد دي بشكل ودي. يا عم انت مش معاك ولا قلم ولا اي فنجان من الكلام ده كله يا باشا. انت على التليفون، ملاحظات التليفون سهلة جدا. انا بص معاك لحد الاخر لحد ما تنتظم. هو الموضوع سهل وبسيط. اول حاجة معانا، انا عايز اعمل ايه لنفسي؟ فاهم؟ ليه نفسي ثم نفسي يا عم؟ اول حاجه هعملها في الورق خططي لنفسي. تاني حاجه معانا، ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها لربنا؟ فاهم انت ازاي؟ دي تاني اهم حاجه. فاهم انت ازاي؟ تالت حاجه، ايه الحاجه اللي انا هعملها فعليا هتغير حياتي؟ فاهم؟ كل ده مش هياخد منك 5 دقايق، الاقي النعمه 30 ثانيه. يا باشا هي ملاحظات، سين جيم سين جيم سين جيم. موضوع سهل وبسيط. وانت فعلا بعد ما بتحط الاهداف بتاعتك دي، خلاص ما بقتش مشتت. انت فعلا بقى عندك نيه، يبقى عندك حافز او حاجه تخليك توصل فعلا للهدف بتاعك. انت خلاص يا صاحبي فعلا استوعبت انت عايز تبقى ايه وعاوز توصل لايه. تخيلت نفسك انت فين ونفسك تبقى فين. يا عم سيبك حتى انت لو ما عملتش اي حاجه باللي انت كتبتها، النيه اللي انت جيت وقعدت وكتبت مع نفسك ده بيفرق معاك جدا، بيخليك في حته تانيه خالص. بس انت عارف فعلا اكبر غلطه انت هتعملها وانت لما تقعد مع نفسك ال5 دقايق دول وتكتب الاهداف بتاعتك ايه؟ انت هتحط حاجات فوق، يعني هتحمل نفسك فوق طاقتها. ده غلط. فاهم؟ خليك على قدك، شوف انت فين وازاي تبدأ سلمة سلمة. فاهم؟ ما تحطش نفسك في، مثلا تحط نفسك في الدور الاول وانت ما فيش اساس. فاهم انت ازاي؟ انت عشان توصل للاول لازم يبقى في اساس. فاهم انا بتكلم في ايه اصلا ولا مش فاهم ولا ايه الدنيا؟ فعليا انت هتحمل نفسك فوق طاقتها، هتحط حاجات بعيدة. يا عم حط، اقول لك على حاجة حلوة، حط الحاجة البعيدة، وبعد لما تحط الحاجة البعيدة حط الحاجة اللي تحت منها. فاهم؟ ايه الحاجة اللي هتوصلك للبعيد؟ اللي هيوصلني للبعيد مثلا، انا حطيت دلوقتي ان انا عايز اطلع للسادس، لازم ايه؟ احط تحت السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الاول. فاهم؟ لحد ما توصل ايه؟ للصفر، للزيرو. فاهم؟ الاساس. هتبدا من الاساس، هتطلع للاول، هتطلع للثاني، هتطلع للثالث. معنى صح دلوقتي يا عم، خلينا عم نتكلم في شهر رمضان. انا دلوقتي عايز اختم. فاهم؟ انا اختم مرتين ثلاثه. انا اصلا ما ختمتش قبل كده. فاهم انت؟ انا دلوقتي حطيت هدف انا اختم مرتين ثلاثه، وده هدف بعيد يا صاحبي. فاهم؟ ده هدف بعيد عني. فالهدف الاولاني ايه؟ يا عم اختم مره، يا عم والله انا هحاول اختم نص القران. فاهم انت ازاي؟ انا هبدا بصفحتين. فاهم؟ هتقعد مع نفسك هتحسبها، هتقول مثلا ان الجزء هياخد فيها مثلا في 20 ورقه. فاهم انت ازاي؟ هتقسم ال 20 على 5 صلوات. هتلاقي مثلا ان انت لو كل يوم قريت 5 صفح بعد الصلاه، 5 صفح بس بعد الصلاه، هتقفل جزء مبدئيا. لو انت فضلت ماشي على العاده دي كل يوم، اليوم ال 30 فعلا انت هتختم فعلا بحقه حقيقي. يبقى انت حققت اول هدف ان انت ختمت ختمه واحده. تعالى بقى بعد كده بقى، ما انت مش هتقف لحد هنا، انت مش هتقف لحد 30 يوم وبس، لا انت مكمل بقى. احنا عايزين حاجه اسمها عاده، لازم ان العاده معانا. الشهر التاني، بعد ما انت كنت بتقرا 5 صفح هتزود صفحتين. فاهم انت ازاي؟ الشهر التاني هتلاقي نفسك ختمت مثلا، فاهم، ختمتين. حلو. فاهم؟ انت الاول ما كنتش بتختم اصلا. فاهم انت ازاي؟ ما اتكلمت في ايه؟ كده انا وصلنا لنهايه حلقتنا. وخليك فاكر، رمضان مش محتاج منك ان انت تغير من نفسك، ان انت تحط حاجات فوق ما يعني فوق، تحمل نفسك فوق طاقتها. ده ملوش لازمه. فاهم؟ انت ابدا واحده واحده على الهادي.
وخطوة خطوة هتلاقي نفسك طلعت من رمضان شخص تاني مختلف تماما. عندك عادة انت كل يوم بتعملها، خلاص هتلتزم عليها. مش هيبقى بالنسبة لك بقى فاهم شهر العبادة هو ال 30 يوم بتوع رمضان بس، لا، انت منتظم. فاهم انت ازاي؟ اللي هو خلاص انت خلصت شهر رمضان هتكمل بعد كده على طول، فاهم؟ انا كل يوم بصلي وبقرا القرآن، يا عم انا بطلع لله، الحمد لله. فاهم؟ خليك منتظم. رمضان بالسباق ولا هو امتحان، لو فشلت في يوم تقع، ما ينفعش. انسى اليوم، حتى لو عملت فيه سيئات ايه، انسى اليوم ده وكمل تاني يوم. ما تقولش لا بقى انا غلطت امبارح فاهم؟ لا، هتطنش، هتلاقي نفسك حاسس بتشتت، تعبان، هتلاقي نفسك مكسل اصلا انت تكمل العاده، فاهم؟ عشان انت غلطت يوم واحد. يا عم انسى يا عم اليوم ده، يا عم اعمل نفسك مش واخد بالك منه اصلا، وكمل باقي الايام بتاعتك عادي جدا طبيعي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تقول لي رايك تحت في التعليقات والكومنتات، واعمل لي لايك وشير. ما تنساش، مع برنامج ابو السيد هتتعلم وهتستفيد.